عتيبة بن أبي لهب كان الرسول قد زوجه من ابنته أم كلثوم، ثم طلقها بغضاً للرسول وبعد أن أمره أبوه بذلك. ولما أراد عتيبة الخروج إلى الشام مع أبيه قال: لآتين محمداً وأوذينه. فأتاه فقال: يا محمد، إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. ثم بصق أمام النبي وطلق ابنته، فغضب النبي ودعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، ولم يطل عقاب الله. خرج عتيبة مع أصحابه في عير إلى الشام، حتى إذا كانوا في طريقهم زأر أسد، فجعلت فرائص عتيبة ترعد، فقالوا له: من أي شيء ترعد؟ فقال: إن محمداً دعا علي وما ترد له دعوة. فلما ناموا أحاطوا به وجعلوه في وسطهم، فجاء الأسد فشم رؤوسهم جميعاً حتى انتهى إلى عتيبة، فهشم رأسه هشمة فقضى عليه.